مبنى الهجرة 26 فيدرال بلازا في نيويورك تحت أمر قضائي. اليوم أصدر قاضي اسمه كابلان أمر قضائي restraining order على مبنى الهجرة الفيدرالي 26 فيدرال بلازا في منهاتن، يقضي بمنع استخدام المكاتب والزنازين في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين بدون وجود شروط محددة. هذه الشروط تحفظ سلامة المهاجرين وأيضا حقوقهم الدستورية والإنسانية. هذه الحقوق تتضمن إيجاد مساحات كافية لكل نزيل، أيضا فرشة بتكون نظيفة وجديدة، مستلزمات شخصية مثل الصابون والمناشف وغيرها، أيضا توفير وجبة إضافية حسب الطلب. أيضا عندنا تنظيف هذه المكاتب وأماكن الاحتجاز 3 مرات يوميا. بعدين الإعلام بالحقوق القانونية للمهاجرين المعتقلين باللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية، لازم تكون هناك عبارة عن لافتات داخل هذه الأماكن. أيضا توفير مكالمات قانونية وتوفير طبعا الحماية القانونية أو اتصالهم مع محامي بشكل مباشر. إذا هذا الريستينينج أوردر أو الأمر القضائي جاء بناء على قضية تم رفعها من قبل مهاجر بيروفي معتقل الآن داخل 26 فيدرال بلازا. إذا هذا تطور جديد في قضية المعتقلين داخل 26 فيدرال بلازا، مبنى الهجرة الفيدرالي في نيويورك، واللي كان عليه مشكلة كبيرة جدا بسبب الأوضاع الإنسانية داخل هذا المعتقل.